حبايب قلبي، سلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى النهارده قلت اعمل لهم كده شويه بانيه، مع اني كنت ناويه اعمل ايه، اعمل كشري اللي هو ايه اسمه كشري الحله الواحده. بس بيني وبينكم انا كنت محتاره ورجعت قلت لا. المهم طلعت طبق البانيه دوت من التلاجة. وزي ما انتم شايفين كده انا عندي بقى الراجل بتاع الفراخ مشكلته ان هو يا جماعه بيخليه ايه حتت كبيره. راجل كريم يعني فاهمين. المهم ايه، هنا زي ما انتم شايفين بحب ان انا يا جماعه ايه اخلي البانيه يعني ما تبقاش ايه الواحده كبيره، تبقى يعني زي ما انتم شايفينها كده، ولا كبيره قوي ولا صغيره قوي. خلاص. المهم دي بقى كانت كبيره قوي، فبحب كده اخليها ايه يعني على قد ما الواحد ما بياكل، يعني ما تبقاش ضخمه كده فزي ما انتم شايفين ظبطت كله. وهنا بقى التوابل بتاعتي يا جماعه، بحط توابل كتيره قوي. هتقولي لي بتحطي ايه؟ هقول لكم بحط مثلا ايه: ملح، فلفل، قرفه، شويه توم وبصل بودر، شويه بتاع دوت اسمها ايه روزماري. بحب الرز الماري قوي قوي في البانيه. بصراحه ربنا بيبقى حلو، بيدي كده ريحه حلوه. خلاص. المهم يا حبايب قلبي بصوا بقى، بعد بقى ما خلصت كل اللي انتوا شايفينه ده، طبعا يعني دلوقتي احنا كنا الصبح، يعني انا بحب اتبله يقعد مثلا 3 ساعات على حسب يعني. ساعات اعمله قبلها بيوم على حسب الظروف. المهم حطيت بقى شويه لبن، ولو ما عنديش لبن وعندي زبادي ماشي، يعني اللبن او الزبادي على العموم بيخلي طعمه حلو وبعدين بيديله زي طراوه كده. هنا بقى خلصت خلاص وقلت بقى احطه في التلاجة يقعد له مثلا ايه شويه حلوين، عقبال ما نجوع بقى نبتدي مثلا ايه خلاص عايزين ناكل، اقوم ايه محمراه. يعني انا بحب اعمله يا جماعه سخن، في ناس بتحب تعمله وتركنه. انا بالنسبه لي والله عادي، انا ممكن اكله ساقع من التلاجة بس والله يا جماعه ولا بيفرق معايا. المهم ايه، بصوا بقى انا عايزه اقول لكم جبت توابل اللي هي بتاعت الرز البسمتي، رائعه رائعه بجد والله العظيم. انا دايما كنت اجيبها من حد كده معين. المهم ايه كانت بتبقى حلوه بصراحه مش وحشه. المهم بقى المره دي جبتها من حد تاني، كان في واحده كانت قايله لي عليه، واحد عطار برضو. المهم يا جماعه عايزه اقول لكم طلعت خرافه. حاطط بقى فيها زي ما انتم شايفين الليمون اللي هو المجفف، وحاطط فيها عيدان قرفه، وحاطط كده حاجات حلوه. المهم ان انا ايه جبت حبه كده ب10 جنيه، قلت اجربها والله ان عجبتني هجيب تاني، ما عجبتنيش يبقى انا كده ما خسرتش كتير. فزي ما انتم شايفين هنا حمصت الرز شويه، حمصته يعني حمرته يا جماعه عشان بيبقى طعمه حلو. خلاص. وحطيت بقى الميه وقلت ايه اسيبه يتشرب براحته. هنا بقى زي ما انتم شايفين انا بحب ان انا ايه احط يعني اجهز البانيه في الفيجيتار، وبعد كده اروح محمراه على طول، بيبقى سهل يعني. بصراحه من ساعه ما جربت الموضوع دوت ما بقيتش اعرف الا انا يعني ايه يبقى مني للزيت اللي هو مثلا نحط الواحده بوحدتها، اجهزه كده. وعايزه اقول لكم في ناس انا شفتها بعينيا على اليوتيوب بيحطوه كده زي ما انتم شايفين في الفيجيتار يا جماعه، ويروحوا حاطينه في اطباق اللي هي الفل دي وفي الفريزر. بصراحه انا ما جربتهاش ومش حساها كده يعني. ازاي اللي هو مثلا بيطلع من الفريزر كله تلج وميه؟ هما طبعا بيحطوه في الزيت على طول بس برضو يعني. المهم يعني انا بحب اعمله كده زي ما انتم شايفين اول باول احسن. الفيجيتار دوت عايزه اقول لكم كان عندي كميه كتيره في درج التلاجة، وكان في كيس اللي هو ده الاخير. ده بقى كان خلاص يعني لولا ان انا حطاه في درج التلاجة كان زمانه باظ. هتقولي لي طب بتجيبي كتير ليه؟ هقول لكم كان مركون عندي وكنت ناسيه اصلا. المهم ايه، هنا بقى كنت خلصت الكميه كلها. ده يا جماعه مش نص كيلو، لا ده نص كيلو ومثلا وواحدتين 3. خلاص. المهم هنا بقى كنت خلصت خالص. وتعالوا بقى لما نحطه في الزيت. عايزه اقول لكم الطاسه ديت يا جماعه كانت بستر ربنا الايد بتاعتها كانت هتتحرق. بس لولا ان انا لحقت نفسي على اخر لحظه، انا شم حاجه ايه وانا واقفه كده فبتكلم مع شريف وسرحانه. بيكلمني كده في موضوع بقى الامتحانات بتاعت روان وهنعمل ايه وهنسوي ايه. المهم وانا واقفه العين عاليه ومش واخده بالي خالص، واقفه زي الجاموسه. اتاري عماله اقول ايه الريحه دي. اتاري يا جماعه ان الايد بتاعت الطاسه اتحرقت من تحت كده واسودت وكانت هتتحرق وتشيط. بس ربنا سترها لولا ان انا شميت ريحه البلاستيك. يا خرابي يا خرابي. الحمد لله ان ربنا سترها. المهم يا حبايب قلبي بصوا بقى،
الطاسة دي عايزة أقول لكم كان فيها آخر مرة كنت عاملة معاكم السمك اللي هو البلطي المقلي، كان فيها شوية زيت. طبعًا أنا ما باحبش أستعمل غير طاسة واحدة بس للبانيه مثلًا، للبوفتيك، للحاجات اللي زي كده أو للسمك. عندي بقى الطاسة التانية اللي أنا باعمل فيها البطاطس. والله هي شغلانة يعني، بس أنا زي ما تقولوا اتعودت على كده. المهم فضيت الزيت وغسلتها، ورُحت بقى حاطة شوية الزيت دول من الإزازة، يعني ده زيت نضيف. وطبعًا اللي هيتبقى أنا مش بارميه، أنا برضك باعمل زي موضوع السمك، تبرد أحطه مثلًا في برطمان، آجي المرة اللي جاية أروح مزوّدة عليه. لو كان بقى غمق وكده بارميه بصراحة، يعني أنا باحب أستعمل الزيت مرتين 3 بالكتير أوي، أكتر من كده لأ بصراحة ما باحسّهوش يعني. باحس إن هو بيخلّي طعم الأكل متغيّر كده أو زي المحروق، ما تعرفوش كده، ممكن يكون بقى المشكلة فيّا أنا أو في مناخيري المكعبلة دي مش عارفة. المهم بُصّوا بقى، هنا كنت خلّصت أول طاسة أنا هنا عملتهم كلّهم على بعض. كان طبعًا شريف جعان وأنا كنت بصراحة ربنا كنت ميّتة من الجوع لإن ما كنتش فطرت. فسِبت بقى الرز يستوي براحته، وقُلت له البانيه أصلًا ما بياخدش وقت، يعني بيخلص على طول. وروان كانت في الدرس وكانت على وشك إنها تيجي، وكانت برضك نزلت من غير فطار وحالتنا يا جماعة كانت بالبلا. عايزة أقول لكم إن أنا أصلًا كنت بافكّر النهارده أصوم، بس قعد يقول لي الوقت بقى المغرب بتدَّن متأخّر ومش عارفة وبتاع، خلّيها في وقت تاني. فقُلت يالّا مش مشكلة عادي. بُصّوا بقى هنا كنت هو أنا هنا باعمل إيه؟ هو أنا هنا باعمل بالراحة كده ليه؟ أنا كنت خايفة على إحساس حتّة الفرخة، أنا خايفة على إحساسها والله العظيم. المهم يا حبايب قلبي طبعًا هنا كان الرز خلاص يعني قرّب يستوي. عايزة أقول لكم الليمونة اللي أنا حطيتها في الرز دي طلعت جميلة، ادّت يا جماعة لطعم الرز كده زي مزازة. شُفتوا أنتم لمّا بتبقوا عاملين ورق عنب، شُفتوا أنتم المزازة بتاعته؟ هي دي كانت نفس الحكاية. والّا شريف بقى عمّال يقول لي الخلطة دي حلوة، الخلطة دي ما تجيبيش غيرها بعد كده. قُلت له ماشي، على أساس إن أنا كل فترة كده باحب مثلًا أغيّر من حد مختلف يعني خلاص. فالمهم زي ما أنتم شايفين طبعًا أنا باطلّع على مناديل الأول، أصفّيه من الزيت براحته يا جماعة، وبعد كده أروح عندي خضرة ماشي، ما عنديش مش مشكلة يعني الدنيا مش هتتأزم. بس أنا بصراحة كان عندي كيس خضرة في التلاجة كان خلاص يعني بيقول لي الحقيني، كنت عاملة بيه باين محشي بس من فترة صغيرة كده مش من فترة كبيرة يعني. واللي هو ده بقى كان خلاص يعني عايزة أقول لكم بُصّوا الحمد لله اللي أنا لحقت آخُد منّه. فزي ما أنتم شايفين هنا أنا باحُط الخضرة دي بقى خضرة يا جماعة مشكّلة، وفي الآخر والله بنرميها يعني. فهنا بقى قُلت أطلّع عليها البانيه. كان الصفّى بقى يعني كان هدي كده من الزيت وخلاص. المهم عايزة أقول لكم بقى عملت طبق سَلطة يا جماعة. طلّعت بقى من الفريزر جزراية وبشرتها زي ما أنتم شايفينها كده شكلها حلو، حطّيت بقى فلفل حراق وحطّيت كابوتشا وخيار. الخيار رخيص جدًا بقى ب10 جنيه، عايزة أقول لكم كان غالي أوي، بس الحمد لله دلوقتي ربنا هداه يعني. المهم والجزر على فكرة أنا الجزر ما باقطعوش من الفريزر، دايمًا عندي باخزّن مثلًا بالكيلو، كيلو ونُص، آجي بقى أعمل سَلطة أطلّع منه. فبينفعني بصراحة في كل حاجة. عايزة أقول لكم بينفعني لو هاعمل شوية عدس، لو هاعمل طبق سَلطة، عشان طبعًا لمّا باحطه في التلاجة كده فترة بيبوظ. المهم زي ما أنتم شايفين كده خلّصت خالص. وطبعًا إحنا ما كناش يا جماعة يعني الرز كان خلص بس اللي هو كان شريف قال لي اصبري بس أصلّي العصر وبعد كده نتغدى. بُصّوا بقى هنا شكل السلطة، أحلى حاجة في الأكلة كلّها هو طبق السلطة ده المهم بُصّوا بقى كده خلاص. قُلت بقى أورّيكم الرز ولمّا يعني نفرش فرشة الأكل بتاعتنا هاغرفه يبقى لسه سُخن يعني، مع إننا كنا جعانين أوي، بس طبعًا هو قال لي أنا هاصلّي فقُلت له خلاص ما فيش مشكلة. يالّا يا حبايب قلبي بقى بُصّوا. ده كان غدا النهارده وتعالوا بقى نعمل شوية قُرَص. آخر مرّة عملت القُرَص تقريبًا كده كان في رمضان. كان في رمضان عملتها والّا ما عملتهاش، والله ما فاكرة. بُصّوا يا جماعة أنا بانسى بطريقة، كويس إن أنا يعني فاكرة اسمي. المهم بُصّوا، هنا أنا جِبت كيس دقيق اللي هو كيلو خلاص، وحطيت كيس يا بنتي يا إيمان؟ بانسى يا جماعة معلش سامحوني. كيس خميرة فورية، وحطيت معلقة سُكّر كبيرة أو معلقتين وحطيت رشة ملح وادي السمنة. بُصّوا بقى أنا عايزة أقول لكم لو عايزة القُرَص تطلع منِّك حلوة كتّري فيها السمنة، نصيحة بقى من أختِك الصغيرة. والله العظيم يا جماعة بجد بتبقى طعمها حلوة جدًا. بصراحة أنا ساعات أحط زبدة، ساعات أحط سمنة. المرّة دي كان عندي زبدة بس اللي هو قُلت أدام في سمنة زيادة خلاص. بُصّوا بقى اللي خلّى طعم القُرَص حلوة
حته القشطه اللي انتوا شايفينها دي كانت عندي يا جماعه في التلاجة. قلت ايه والنبي لما اجي اعمل قرص اطلع منها. المهم زي ما انتوا شايفين كده حطيت حته حلوه قد معلقتين 3، وادي شويه الميه الدافيه اللي انتوا شايفينها ورحت بقى قعدت اعجن. طبعا بص انا ايدي يا جماعه وجعتني لاني قعدت ابس فيها كتير. يعني لو عايزاها تطلع معاكي مظبوطه اقعدي بسي فيها كتير قوي قوي على قد ما تقدري. طبعا الناس اللي عندها عجان بتبقى يعني بتبقى مريحه يعني. خلاص سبتها بقى تخمر حوالي مثلا ساعه، ساعه الا ربع. بص هو انا مش مرتبطه بوقت معين، بس عشان الجو حر ما طولتش عليها. ممكن لو في الشتاء بسيبها ساعتين. يعني بص هو على حسب. طب انا عايزه اقول لكم انا شفت طريقه حد يعني بيعملها، بيحطها في فرن البوتاجاز. يعني بتسخن الفرن كده وتسيبها ربع ساعه فتقوم تخمر بسرعه. فطبعا انا حطاها في طبق بلاستيك فمش هينفع. ورجعت قلت طب ما انت يا بنتي مش مستعجله فاهمني، فقلت على يعني ان انا اعمل الحركه دي. انا بسيبها في الطبق كده شويه وخلاص. طبعا بغطيها بكيس، يعني بلبس الطبق البلاستيك كيس بلاستيك، وبعد كده بقى بروح لفاه في مثلا في فوطه في حته قماشه واسيبها تخمر براحتها. طبعا هي ما عليتش قوي لان انا ما طولتش عليها. انا ساعات كده لما بسيبها فتره كبيره بلاقي العجينه عليت، بس هي ملهاش لازمه فاهمني. المهم زي ما انتوا شايفين المره دي بقى قلت اما اجي اعملها هخليها مقرمشه اللي هي ناشفه. هتقولي لي ازاي؟ هقول لكم زي ما انتوا شايفينها كده بحطها في الصينيه. طبعا المره دي يا جماعه انا قلت اما اغير واعملها بالملبن. قلت اغير بقى، انا كل مره بصراحه بعملها لهم كده بالعجوه فهم زهقوا. قلت بقى اغير يعني مره بالملبن، عايزه في مره اعملها لهم بالجبنه كده. يعني التغيير برضك يا جماعه بيبقى مطلوب. المهم زي ما انتوا شايفين انا هنا بحط حته الملبن خلاص، واروح بقى اقعد ادوس كده في الصينيه. لو عايزاها تطلع معاكي مقلبظه كده ويعني وطريه اعمليها على ايديكي. عايزاها تطلع معاكي ناشفه ومقرمشه ومتحمصه حطيها في الصينيه واقعدي كده دوسي عليها. بصراحه بتطلع احلى كتير. يعني انا عن نفسي انا وشريف وروان بنحبها كده اللي هي ناشفه، ما تبقاش فيها عجين من جوه يا جماعه، بتبقى احلى مع كوبايه شاي بلبن بقى او شاي ساده. ما اقولكوش بتبقى حاجه تانية. بصوا بقى انا عايزاكم تجربوا الطريقه دي وقولوا لي رايكم في الكومنتات، وانا متاكده ان هي هتعجبكم. يلا يا حبايب قلبي اللي ما اشتركش في القناه بقى ينزل يشترك ويفعل علامه الكل عشان يوصل له كل جديد. وبالله عليكم يا جماعه ما تنسوش اللايك. يلا مع الف سلامه، سلام عليكم.